حكاية قديس وشهيد. تعال نعرف مين هو البابا كرولوس عمود الدين. البابا كرولوس اتولد من أسرة تقية سنة 378. خاله البابا ساوفيلس البابا الإسكندرية رقم 23. تم البابا ساوفيلس بالبابا كرولوس عمود الدين وبعته لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية علشان يتعلم فيها اللغة والبلاغة والصرف وعلوم المسيحية والكتاب المقدس، وبعدها أرسله إلى دير الأنبا مقاري الكبير علشان يتلمذ على يد الأنبا صلبمون، واستمر في الدير 5 سنين، وأرسل إليه البابا ساوفيلس بعد كده ورسمه شماس وبعديها رسمه قس. وبعد فترة تنيح البابا ساوفيلس وقرر الشعب إن هو يختار البابا كرولوس عمود الدين، وكان البطريرك رقم 24 وكان بيدافع عن الإيمان الأرثوذكسي جيد. وبعدين عرف ببدعة نسطور، ولما لقي إنه نسطور بيقول إنه السيد المسيح ليه طبيعتان، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، وما كانش كده بيعترف إنه هو الإله. وكمان كان بيقول على العذراء إنه هي ولدة المسيح مش والدة رب المجد، مش والدة الإله. وكان بكده بيشتت في الكنائس وبيرسل دايما وبينتشر الكلام بتاعه كتير جدا. ففضل البابا كرولوس يرسل رسائل للكنائس علشان يقول لهم إن الكلام اللي بيتقال ده غلط. كان برضو بيرسل رسائل إلى نسطور يقول له غلط اللي انت بتقوله، لكن كان بيزيد فيها، وكل ما بيبعت له كان بيزيد أكتر. لكن لما لقي كده البابا كرولوس راح بعت للإمبراطور وقال له إنه احنا طالبين منك مجمع مسكونة، وفعلا اتعمل مجمع مسكونة، وكان مجمع أفسس ساعتها. والمجمع ده كان سنة 431 وكان فيه 200 أسقف وعلى رأسهم البابا كرولوس عمود الدين. وفي المجمع اتحرم نسطور وأتباعه، وكمان اتحط مقدمة قانون الإيمان. والبابا كرولوس هو اللي عمل القداس الكرولوسي. والبابا كرولوس معروف بالبابا كرولوس عمود الدين أو المصباح المنير. وتنيح البابا كرولوس يوم 27 يوليو عام 444، وبركة شفاعته تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.